بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة لا صوت يعلو فوق صوت قرعة مونديال كأس العالم للأندية 2025 اللي أقيمت النهاردة الساعة 8 مساء. القرعة أسفرت عن وقوع، طبعا بيمثلنا في البطولة النادي الأهلي من مصر. القرعة أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، مجموعة مش هنقول إن هي سهلة، لكن هي مجموعة الحقيقة يعني في المتناول. الأهلي وقع مع بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الامريكي. الاهلي هيلاعب انتر ميامي الماتش الاول. طبعا انتر ميامي فيه افضل لاعب في تاريخ الكره ليونيل ميسي، ولكن ككواليتي لعيبه اعتقد ان الاهلي قادر ان شاء الله من المجموعه دي ان هو يصعد كتاني. اعتقد هيكون في صراع قوي ما بينه وما بين بالميراس في المجموعه دي على الصعود كمركز تاني، لأن بورتو هيحسم الصعود كمركز أول. يبقى المجموعة الأولى فيها بالميراس وبورتو والأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي. المجموعة التانية فيها باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وبوتافوجو وسياتل المكسيكي. في اعتقادي أن المجموعة دي الحسم فيها والتأهل محسوم يعني لباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، لأن بوتافوجو وسياتل، بوتافوجو فرقة كويسة ولكن مش هتكون أفضل من أتلتيكو أكيد يعني. المجموعة الثالثة فيها بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي وبوكا جونيورز وبنفيكا. أعتقد أن بايرن ميونخ هيكون حاسم بشكل كبير في المجموعة دي، وهيكون من بعده بنفيكا، هيكون في صراع مع بوكا جونيورز. المجموعة الرابعة فيها فلامينجو والترجي وتشيلسي وكلوب ليون. في اعتقاد أن الترجي ممكن يكون عنده فرصة للمنافسة على المركز الثاني في المجموعة دي مع فلامينجو، لأن تشيلسي هيكون حاسم بشكل كبير للمركز الأول في المجموعة دي. المجموعة الخامسة فيها ريفر بليت وأوراوا الياباني ومونتيري المكسيكي وإنتر ميلان الإيطالي. ريفر بليت في اعتقادي إنه هيكون مركز تاني في المجموعة دي، لأن المركز الأول هيكون محجوز لإنتر ميلان الإيطالي، بيقدموا موسم قوي جدا السنة دي. وفي اعتقادي إن ريفر بليت هيكون يعني هو الأقرب من مونتيري المكسيكي، لأن أوراوا الياباني برضو يعني مش هيقدر يجاري لا ريفر بليت ولا إنتر ميلان. المجموعة السادسة فيها فلومينينسي برازيلي وبروسيا دورتموند الألماني وأولاسان وماموليدي سان داونز. في اعتقاد أن سان داونز في المجموعة دي هيكون عنده فرصة للمنافسة شوية، لأنه هيكون منافس على المركز الثاني برضه مع فلومينينسي، لأن بروسيا دورتموند هيكون حاسم بشكل كبير للمركز الأول. فسان داونز عنده فرصة كبيرة، على العكس من الوداد والعين اللي بيقعوا في المجموعة السابعة. وده يمكن من سوء حظنا احنا كعرب، ان فرقتين عربيتين بيقعوا في مجموعة فيها مانشستر سيتي ويوفنتوس. يعني المجموعة السبعة دي فيها مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد والعين. فأعتقد إن مانشستر سيتي طبعا محدش هيقدر ياخد منه المركز الأول، فالصراع هيكون على المركز الثاني، اللي أنا شايف إن من حيث طبعا يوفنتوس فرقة حاليا مش في أفضل حال، ولكن يوفنتوس أقرب من حيث كواليتي اللعيبة طبعا والاحتكاك في البطولات العالمية. أكيد يوفنتوس أقرب بكتير من الوداد والعين، وده للأسف يعني وقوعهم في مجموعة واحدة كان يعني ده صعب علينا الدنيا شوية. لو كان وقعوا كل فرقة في مجموعة كان هيبقى فكرة المنافسة أسهل شوية. المجموعة الثامنة فيها ريال مدريد والهلال وباتشوكا وسالزبورغ. يمكن فرصة الهلال في المجموعة دي قوية جدا. الريال أكيد هياخد المركز الأول، وفي اعتقادي أن الهلال هيكون هو في المركز الثاني، لأن باتشوكا وسالزبورغ يعني فرق سالزبورغ طبعا فرقة كويسة، بس برضو الهلال إمكانياته وقدراته واللعيبة اللي عنده في اعتقادي أنهم هيكونوا مركز ثاني في المجموعة دي. في النهاية كل التوفيق لكل الفرق العربية، نتمنى إن شاء الله صعود كل الفرق العربية، ويقدروا إن شاء الله يكون كأس عالم للأندية قوي جدا 2025 يكون قوي، والأندية العربية تقدم أداء مشرف يكون امتداد لأداء المغرب في كأس العالم 2022 لما قدروا يحققوا مركز رابع ويخشوا في المربع الذهبي مع أفضل منتخبات